تلات أسرار لو عرفتيها جوزك مش هيقدر يبعد عنك، بس يا ترى هي إيه؟ السر الأول، لو جوزك قادر إنه يكلمك أو حبيبك هيكون نفسه يقولك كده عشان يرجع شغف وحب بينكم من جديد. هيتمنى لو يقدر يصارحك ويقولك أنت فقدتي الجاذبية من عينيا لما لقيتك بتعملي ليا حاجات كتير قوي أكتر ما بتعملي لنفسك. أنا عارف إنك بتحبيني بس ممكن تتجاهليني ببعض الأحيان. لما بتتجاهليني وتبعدي شوية بتوحشيني، الحاجة دي بتخليني أقرب منك أكتر. صدقيني انا عايزك توحشيني، عايز في كل مره اشوفك اتجنن عليكي وكانها اول مره بينا. السر التاني، الراجل نفسه يقول ليكي على فكره انا مش محتاج حد يصلحني، انا حياتي كده وعايزك تحبيني كده. وصدقيني انا ما عنديش مشكله اتغير علشانك، بس حبيني زي ما انا، لاني محتاج حد يتقبلني ويحترمني. بس الحد ده لازم يبقى حد جامد، حد واثق في نفسه، حد جميل، حد ايجابي. السر التالت، الراجل مننا نفسه يقولك كفايه مناقشات، المناقشات الطويله دي بترهقني نفسيا عصبيا. بدل كل ده خليني احس بحاجه، ولو تصرفاتي بتضايقك خليني اعرف ده. ابعدي عني شويه، غيري معاملتك، يعني ما تدينيش نفس الحاجات اللي متعود عليها. صدقني هحس وهفضل بسعى وراكي علشان اصلح ده وارجع حبيبك من غير اي زعل. لان ممكن احس ان انا ممكن اخسرك او اخسر الحاجه اللي انا بحبها. ممكن اعمل حاجه كمان علشان اتغير علشانك. المناقشات الكتيره مرهقه، الراجل مش بيقرر يتغير علشانك بشويه كلام، لكن افعالك هي اللي ممكن تخليه يعمل ده. حط الكلمتين دول حلقه في ودانك وادعي لي. كنت معاكم الدكتور احمد موافي، استشاري طب نفسي، والى اللقاء.